السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ الله خير. نتمنىكم تشوفوا هذا الفيديو تكونوا في صحه جيده واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد الحلوى كنا كنعدلوها، الوالدين ديالنا كانوا كيعملوها بزمان، غزاله كتجي كتحمق. غادي نعمل عندي هنايا 3 البيضات، عندي واحد مغروفه صغيره شنو هذا مغروفه الخشخاش، واحد 2 مهارف د الجنجلان محمرين، واحد 2 ليمونات كنحكهم، كاس الزيت وكاس السكر. انا بغيتها تجي شويه ناقصه، ما تجيش بزاف حلوه. حكيت الليمونات جويجات مزيان، كتطلق واحد المذاق غزال الليمون، كتجي من السما. وهاد الحلوى اقتصاديه، واحد كيشربها هيدا في العشيه مع كويس الاتاي ولا في الصباح مع كويس القهوه، كتجي غزاله. من هاد البيضات الليتات من السكر هو الاولاني، واحد القريصه د الملح باش كنعوضوا المذاق، كنطربو مزيان بلا ما نعملو طراب كهربائي، نعملو غير هكذا بيد، نخلطو السكر حتى يذوب. اللي كيبغي يعملها في القالب من نوع المريشمات، اللي كيبغي يعملها في واحد النوع اخر كيجي بحال الدريوجات الدبيجات، كيجيو مزيونين. لا ما نبقى نزين لكم فيها بزاف، غتعجبكم بزاف، غادي تعجبوها، كتجي مزيونه. نعملو الزيت شويه بشويه، كنكمل هاد الزيت كامل، 2 كاس الزيت كبير بركه. نعمل هاد المغروفه د الجنجلان كبيره، واحد المغرفه صغيره د الخشخاش. كنعملو الخميره مع الطحين. هاد الطحين خاص عندي، الطحين د الحلويات. نعمل هاد هي الخميره، جمعناها. من بعد ما جمعتها خليها شويه رطبه بزاف باش تبغي تخرج لكم من لامبوط. اللي بغى يعملها في شي قالب اخر ولا واخا يكورها حتى هي كتجي مزيونه. دابا غادي نشكلها واحد تشكيلات دبيلجات مزيونين، كنعملها في هذا القالب، كنتكي عليها مزيان غير شويه بشويه كتخرج. هي ساهله كتخرج، انا ملي ما كتكونش العجينه ما كتكونش قاصحه كتخرج بواحد السهوله. كنطلقها شويه هيدا وكنجمعها، كنشكل واحد دبيلج، كنجبدها واحد شويش وكنشكلوها دبيلجات. ماشي صعيبه، غير كخصها شويه د الخطر، شي كتخرج بواحد السهوله. وهاد التشكيله الثانيه غادي نعملها هكذا بهاد الطريقه. هادي جات صغيره شويه يمكن نبدلها، وغادي نلاقيهم بالشوكولات، نشكلها بالشوكولات. المهم نعملو واحد الطبيسم مشكل، لحقو طريقو، حاولوا نعملو مقد. ندخلو ميطيبو دابا بعد ما كملتهم الحراره 180 غير من تحت باش تجي مقلمله. وهادو ملي غادي يطيبو غادي نعمل لهم الشوكولات، نسقهم مع بعضهم، نعمل لهم الشوكولات. هانتوما ان شاء الله معايا بجميع المراحل.
وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. كنعمل لهم الشوكولات هو الاولاني، ومن بعد غادي نعمل لهم الكوكو. ايوا انا معاهم تنساليهم ان شاء الله. اللي بغى يخليهم غير هيدا تا هما كيجيو غزالين ومقلملين، واحد المذاق فيهم ديال الليمون ما نقولكش. اللي بغى يزوقهم هيدا حتى هيدا كيجيو مزيونين. هي عندي الطحين بالفينو، واحد الزلافه ديال الطحين الكامل ديال الزرع، لا نخا لا غربلتو مزيان، وبغيت شهيتهم نعملهم واحد القطيره ديال الزيت البلديه، ونشوفهم ان شاء الله غادي يجيو غزالين. بدلوا شويه الرغايف على دائما، والعجينه عاديه بحال اللي كنعجنوها دائما، وكنعمل لهم شويه ديال الطحين ديال الفينو ما بين الورقه والورقه باش ما يجيوش مزيتين بزاف. وغادي نمدهم كاملين هيدا، عاد كنبدا نطيب. حد دابا اللي ما تبارك الله الحراره ما غادي نطيبهمش فوق البوطه، غادي نعملهم فوق مقله الضوء. وهاد الرغايف هادو جربوهم، خايب بعدا انا مزوقه فيكم الا غادي يجيوكم كيحمقوا، لان ملي كيكون الطحين ديال الفينو مع الطحين ديال الزرع كيجيو شي حاجه كتجي فنه، غير كتحطهم فمك كيذوبوا. شوف تبارك الله كيفاش كيطلقوا الطوع ديالهم. كيعجبني يطلق الرغايب بالخاطر، شويه بشويه، ما نكونش مقلقه باش كيجيو مزيونين. دائما نطلقوا الورقه على الورقه ونجبدوهم من الحواشي باش كيطلقوا ديك كيجيوشي من داخل شي حاجه متسنيه على بعضها. هما ساهلين ولكن خصهم شويه د الخاطر. دائما كنطلقهم بالفينو باش ما كيجيوش بزاف مزيتين. وهاد العجين رانا عملت لا شويه د الخميره د الخبز. كيطيبوا على المهم حق يجيو محمرين من داخل ومن برا كيجيو فنين. دابا الحراره هذه اللي كتنفع. سيدي أنا نفعل ما تشاء، يا لنا يا لنا لنا ما على سيدي عتاب، يا لنا يا لنا لنا يا لنا يا لنا. شوف الرغايف تبارك الله د الزرع كيفاش كيجيو تبارك الله مغرقين مفشفشين. كيفاش كيجيو فنين.
الحليوه اللي عدلت معاكم حتى هي كتجي مقلمله مرمله. شوف كيفاش كتجي. كنتمنى هذا الفيديو اليوم يعجبكم، وان شاء الله الا عجبكم ما تنساونيش من الاشتراك واللايك. شكرا بزاف على الاشتراك ديالكم والمتابعه ديالكم. الى فيديو ان شاء الله القادم، خليتكم راحه الله. السلام عليكم.